أسلمت امرأة. أسلمت امرأة في هولندا. هو بلجيكا طبعا، لأن بلجيكا محتلة من قبل المغاربة. أنا بقول للمغربين أنتم دولة عظمى. أنا بقول للمغربين أنتم دولة عظمى. أنا بقول للمغربين أنتم دولة عظمى. محتلين ألمانيا ومحتلين بلجيكا. يعني بلجيكا تقريبا 40% من سكان بلجيكا مغاربة. فوأنا في بلجيكا كنت حاسس إن أنا في وسط أهلي يعني. من باريس على الكاتب والباحث الجزائري أنور مالك، وهو ضابط جزائري سابق أيضا. ماذا فعلت الجيوش؟ ماذا فعلت الجيوش؟ ماذا فعلت الجيوش؟ الجيش، المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات العسكرية؟ نرفضه رفضا. ما هو تعليقكم على الاتفاقيات النفطية اللي أبرمتها الجزائر أخيرا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو تعليقكم على الزحف الصيني على الجزائر حاليا والمستثمرين الصينيين؟ يا أخي الكريم، وأكبر معادلات جنوب المتوسط نعيش اليوم فقر، نعيش قوارب موت متعفيرة شبابنا، نعيش إرهاب. أكثر من نسبة 40% بطالة شفتها في الجزائر، بين المقهى والمقهى مقهى. واللي عطل اتحاد المغرب العربي هي الجزائر. حلوا مشاكلكم مع المغرب، كانوا ما يتصافحوا. حلوا مشاكلكم مع المغرب تنحل. كل وين يجي، حتى مبادرة جيمس بيكر كتب كتاب على لما راح الوزير الخارجية الأمريكي، قال يعني بالشيء اللي شافه في المحاورات، قال قريت وعملت يجي 500,000 محاضرة. قال مستحيل هذا حتى لين تتبدل قيادات في الجزائر وتجي قيادات